جربوا تعملوا خلطة المحشي بتاعت ورق العنب دي. خلطة حلوة قوي، مميزة جدا، طعمها حلو، سبايسي. في شوية تكات في الفيديو، لو عملتيها هتاكلي احلى ورق عنب فيك يا مصر. بصوا، الفيديو ده انا كنت عاملاه في شهر رمضان اللي فات في الحقيقة، بس كان عندي ظروف وما ملكتش ان انا انشره زيه زي كذا فيديو، ما تنشروش للأسف. هنبتدي بقى ننشر الوصفات اللي متأجلة عندي، ويا رب تنال اعجابكم. مساء السعادة على عيونكم. معاكم عزة سعيد من قناة وصفة حلوة. اتمنى تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان الفيديو يوصل لكل الناس. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، وهنسمي الله. واول حاجة هنعملها مع بعض هي الخلطة. تمام كده. طبعا المحشي اساسه الخلطة عشان تبقوا بس فاهمين. الخلطة بتاعتي هنا بتاعت المحشي انا هعملها على مرحلتين. تمام كده. اول مرحلة هي ان احنا هنحط شوية زيت في حلة او صينية كبيرة على البوتاجاز، وننزل بحوالي بصلاية مبشورة. في الحقيقة انا بشرة او مقطعة كمية بصل كده محترمة تناسب الكمية بتاعته. بعد ما حطيت البصلة يا دوبك شوحتها من غير تحمير. خدوا بالكم انا ما حمرتش البصلة، شوحتها بدون تحمير. نزلت على طول بطماطم. الطماطم ديت انا ضرباها في الكبة، مش عصراها في الشفشق الخلاط. وطبعا هنا التكاية دي هتفرق معاكي، يعني يا اما الطماطم تقطعيها حتت صغيرة، او تبشريها بالمبشرة، او تفرميها في الكبة بحيث ان هي تبقى بالتفل بتاعها بكله. فاهميني؟ تمام. انا مش عايزاها تتسبك، انا عايزاها بس تاخد غلوة او غلوتين بالكتير قوي. وهنا بقى بعد ما الصلصة بتاعتي خدت لها غلوتين وبدأت تبقبق كده مننا، شايفين؟ هبتدي بقى احط البهارات بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل اسمر وشطة حارة وبابريكا وفلفل اسمر. تمام كده. طبعا لسه في جزء تاني للخلطة هنعمله مع بعض. عندي هنا بقى على العين التانية كنت حاطة حلة فيها شوية مية. تمام كده، مية عادية جدا من الحنفية. سبت المية تغلي وجهزت ورق العنب. ورق العنب اللي عندي انا طبعا كنت حطاه في المجمد اللي هو الفريزر. طلعته زي ما انتم شايفين كده. انا فكيته وبسم الله ما شاء الله نزلت بيه على المية. المية حطيت لها زي ما شفتوا كده في الفيديو معلقة من الكمون ومعلقة من الملح. الكمون عشان يخلي ريحة الورقة معايا حلوة. انا مش بسيبه يغلي قوي، انا يا دوبك بغطسه كده في المية المغلية، اديله لفة واحدة واروح شايلاه. تمام. هعمل بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. وبنزله كمية واحدة على بعضها، وبنشله زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة. برضو بالمغرفة كده بالكمية على بعضها. تمام كده. هسيبه بقى يبرد. تعالوا بقى دلوقتي هنعمل باقي الخلطة كده لسه ما خلصتش. احنا يا دوب بس شوحنا الطماطم مع البصلة على النار. تمام كده. عندي هنا بقى كيلو من الرز ده مغسول ومتصفي كويس قوي. هنزل بيه على خلطة الطماطم اللي كنا عاملينها طبعا بعد ما بردت. عندي هنا كمية محترمة من البصل المبشور، حوالي كده 3 بصلات كبار. تمام. وعندي كمية برضو محترمة من الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء. وعندي هنا شوية طماطم كده حوالي ربع كيلو نص كيلو من الطماطم المتقطعة قطع صغيرة، وشوية من الثوم الفريش، او ممكن تضيفي ثوم مفروم. هنقلب كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. ماشي. ما تنسوش ان الخلطة كنا حاطين فيها البهارات بتاعتها. الورق العنب زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ورق العنب كنت جايباه صغنن كده وحلو قوي بصراحة. كان حجمه ورقة العنب تعرفيها ازاي ان هي حلوة؟ اولا بيكون حجمه صغير، ما بيكونش كبير. الكبير ده بيبقى ورق توت او ورق حاجات تانية، مش ورق عنب خالص. وبيكون الورقة خفيفة ولونها اخضر فاتح قوي. تمام كده. تعالوا بقى هنعمل الكفر اللي هنحطه في الحلة من تحت علشان خاطر ورق العنب ما يتلساش معانا ويطلع من اول ورقة لحد اخر ورقة وهو طعمه حلو قوي ومظبوط. الكفر ده عبارة عن شرايح من البطاطس والبصل والجزر. تمام. بنحطها في قعر الحلة كده
وعلى فكرة بيبقى طعمه حلو جدا جدا. تمام كده، يعني بيتاكل مش بيترمي، ده طعمه تحفة. ممكن تستغني عنه وتحطي شرايح من اللحمة لو الظروف تسمح. تمام، هبتدي بقى ارص واحشي ورق العنب بتاعي. زي ما انتم شايفين كده انا جبت طبق، هبتدي كده احط الرز من فوق. عشان تلفي الصوبع صح لازم تعملي تحطي رز وتفرديه بالطول، تبقى الورقة معاكي الرز اللي هتحطيه ده تفرديه بالطول اكنك كده بتعملي رول صغير. فناني كده، يعني اعملي الاكل بمزاج، حبي الحاجة اللي انت بتحبيها هتطلع معاكي تحفة. ما تعمليش تحطي رز وتروحي برمها اي برمه وخلاص وتروحي حطها في الحله. العين بتاكل قبل البق. يعني لو انت مطلعه الصوبع رفيع كده وطويل وشكله امور كده وحلو، هيفتح نفسك ونفس جوزك ونفس ولادك، هيكون شكله حلو قوي لان انت عامله الحاجه بمزاج وبنفس حلوه ونفس راضيه، وعاملاها وانت عايزاها تطلع شكلها حلو، شكلها يفرحهم وطعمها يفرحهم. تمام كده. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا في ورق العنب من ضمن الحاجات بتاعته. لما نيجي نلف ورق العنب ونحشيه على الناحية الخشنة اللي بيكون فيها خطوط وضلوع دي، بنحط الرز عليها ونفرده بالطول. تمام كده، ونبتدي نلف بقى الورقاية بتاعتنا رول، واحنا بنتحكم في اللفة، ما تبقاش هيصة، هي ما تبقاش بتحط شوية الرز وتروحي جايباهم كده يمين في شمال وخلاص، لا، ابرمي وانت حريصة ان الورقة اولا ما تتقطعش، ثانيا اي سوائل زيادة بتنزل اوتوماتيك مع البرمة بتاعتك. زي ما انتم شايفين لو الورقة مثلا صغيرة معاكي حط لها ورقة تانية قصادها، المهم تديكي الشكل اللي تعرفي انت تلفي بيه الصبع الورق العنب. مهم قوي برضو اللي بيخلي شكل الصبع ورق العنب مميز وحلو ان انت تخليه طويل ورفيع، يبقى شبه السيجار كده. شايفين البرمة وطول الصبع عامل ازاي؟ الصبع طويل شكله حلو قوي يفتح النفس. اهم حاجة بس ان انت تتحكمي في ازاي تبرمي، وعلشان تتحكمي في برم ورقة العنب صح لازم تكوني فردة الرز نفسه اللي هي الخلطة نفسها لازم تكوني فردة رول بالطول علشان تعرفي انت كمان تلفي الورقة صح. تمام كده، ما ينفعش تاخدي شوية خلطة وتحطيهم تكلكعيهم في نص ورقة العنب، لا، افرديه رول وخليه بالطول معاكي هيتلف. قفلي من الجناب، لفي من فوق لحد ما توصلي لاخر الورقة. شايفين؟ بمنتهى السهولة. واحلى حاجة بقى ان انتي هترصي كمان في الحلة بطريقة برضو مظبوطة جدا. شايفين دلوقتي لما الحلة تكتمل هتعرفوا مفيش ولا رزاية طالعة من بره لفة ورقة العنب. هعمل لكم طريقة تانية كمان، بلفه على ايدي. طبعا انتوا شفتوا وانا بلفه في الطبق بيتلف ازاي. على الايد اسهل من كده مفيش. على الايد بالعكس، اللفة على الايد بيكون اسهل بكتير من اللفة على الطبق. تمام كده، وانتوا بقى وبراحتكم، عايزين تلفوا في الطبق تمام، عايزين تلفوا على ايديكم تمام. انا بحب اعمل على فكرة كل حاجة بايدي، بعمل بايدي بمنتهى السهولة ومنتهى البساطة. بحط الورقة على كف ايدي واحط عليها خلطة الرز برضو بالطول. تمام، وابتدي كده اقفل الجنبين وبعدين الف رول بالراحة. لو في اي سوائل هتطلع من القلب الورقة بتنزل اوتوماتيك من وانا بلف. تمام، شايفين انا هنا تقريبا كده خلصت ورق العنب، فاضل حاجة بسيطة. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط الصوص بتاع ورق العنب او الحاجة اللي هتسوي فيها ورق العنب. الصوص ده طالع منين؟ طالع من الخلطة اللي انا عاملاها. الخلطة اللي انا عاملاها انا لما باجي اخد منها وحشي ورق العنب بينزل منها الخلطة دي كلها، بجمعها وهي دي اللي بسقي بيها وبتسوي ورق العنب بتاعي. طبعا هنا انا عاملة حوالي ربع كيلو وتمن من ورق العنب، يعني ما كملتش النص كيلو. اخد مني كيلو من الرز غير الطماطم طبعا والخلطة والحاجات اللي احنا ذكرناها. تمام كده.
طبعا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. قبل ما احط حله المحشي بتاعتي على البوتاجاز بعمل لها حاجتين. اول حاجه بقطع شرايح من الليمون بقشره كده زي ما انتم شايفين، شرايح كده من الليمون عندي كان حجمه كبير فقطعته سلايس كده، وبرصه على حله المحشي من فوق. ليه بنحط ليمون؟ لان الليمون بيدي المحشي ورق العنب مزازه كده وريحه حلوه قوي وطعم حلو قوي. حابه تضيفيه اوكي، مش حابه تضيفيه براحتك خالص. بجد بجد انصحكم تضيفوا شرايح الليمون على حله المحشي من فوق الوش، لان بجد بيغير طعمه ل 180 درجه، بيخليه خرافه. تمام كده. كمان حاجة تانية ان انتي لازم تحطي طبق فوق الوش، بيمنع ان الرز اولا يطلع من محشي ورق العنب، بيطلع من الصوبع. الحاجة التانية اللي بتخلي الرز ما يطلعش من الصوبع ان انتي تكوني لفاه صح، لفاه مظبوط. تمام كده. طبعا هو اخد على النار، بيقعد الاول لحوالي ربع ساعة على ما يتشرب، وبعد الربع ساعة الاولى على النار بنبتدي ننقله على عين تانية اهدى، وعلى طبعا اي محاشي اي حاجة فيها رز بنوطي النار خالص لحد ما يستوي على راحته. بعد كده هنطفي عليه طبعا. اوعى وشك بقى يا عم الحاج، هنعمل احلى صينية ورق عنب، احلى صينية ملفوف فيك يا مصر. بصوا شكله عامل ازاي، شكله تحفة. الحلة كمان اللي انا عملت فيها المحشي بسم الله ما شاء الله، مفيش حاجة لازقة فيها، مفيش حاجة متحمرة ولا محروقة، طالع مظبوط جدا جدا. الصوبع صوبع يعني، صوبع محشي تاكلوا ايديكوا وراه يعني. بصوا من الاخر كده، شايفين اللمعة اللي فيه؟ تحفة تحفة بجد. شايفينه الصبع بيتقطع من جوه، حلو حلو حلاوة ما حصلتش. طعمه كمان على فكرة حلو قوي، الرزاية مفلفلة من جوه. الحقيقة انا مزودة فيه الشطة شوية، هو سبايسي، طالع حلو قوي، يفتح النفس جدا جدا. كنت معاكم عزة سعيد من قناة وصفة حلوة، اتمنى تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان الفيديو يوصل لكل الناس. بحبكم في الله، اسيبكم على خير وباي باي.